العظيم الواحد تعب وزي مش عارف والله العظيم انتوا عايزين ايه من الاهلي؟ حازم امام كابتن حازم امام يا سيدي، بلا كابتن بلا بتاع بقى. اتحاد الكره المحترم عايزين ايه من الاهلي؟ الاهلي عامل لكم صداع ليه؟ الاهلي عامل لكم صداع ليه بجد والله؟ الاهلي دوشكم ليه؟ الاهلي دوشكم ليه؟ كابتن حازم في ايه مالك؟ في حسابات قديمه بتصفيها يا باشا، جامل فرقتك على قد ما تقدر. جامل في فرقتك واقف جنب فرقتك، محدش هيقول لك لا، على قد ما تقدر. بس مش على حساب الانديه التانيه، مش على حساب الاهلي، مش على حساب ان انت تقع في الاهلي، مش على حساب ان انت تقف قدام الاهلي وتحط له عقبات قدامه. يا راجل يا راجل، هو في حد مشرف في ام الدوله دي ولا ام الكره المصريه دي بره غير الاهلي؟ هو انت من غير الاهلي كان هيبقى ليك وجود اساسا على منصات التتويج بره اصلا؟ انت كاتحاد كوره كده كنت هتبقى واقف بره بتتكرم، ولا واقف بره بتسلم جوائز، الا لو كان الاهلي مش موجود، لو كان الاهلي مش مشرفك بره. يا جدعان انتوا لا بقى، انتوا لا والله بجد، انتوا لا حتى في الجماهير دي اعرفوا ان النادي ده وراه جماهير كبيره جدا، كبيره جدا. فعيب، عيب اللي بيحصل ده والله، عيب قوي كمان. بيحصل مع مين؟ مع نادي القرن يا جدع. يا جدع احنا بنتكرم والناس بره عارفه قيمه الاهلي اكتر من هنا في بلدنا. يعني حاجه والله العظيم تحرق الدم وحاجه تغيظ. انت متخيل؟ بره عارفين قيمتنا، واحنا هنا في بلدنا مش عارفين قيمه الاهلي. مسؤولين، حضرات المسؤولين مش عارفين قيمه الاهلي. حسبي الله ونعم الوكيل.